أحبابي في الله، وإحنا كنتابعوا في هذا الفيديو مباشرة من الملعب مولاي عبد الله الجديد. وهذه آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني المغربي، يعني في هذا الملعب الجديد. ما شاء الله، ملعب جميل جدا جدا، روعة، خيال. يعني ملعب صراحة يعني كيضاهي الملاعب الأوروبية، وربما أحسن من عدة ملاعب أوروبية. وكلهم هذا الملعب كله تبنى بأيادي مغربية، وأصبحت الطاقة ديالو لما كانت طاقة استيعابية 40,000، ما بين 40 50,000 مقعد، الآن أصبحت 70,000 تقريبا، 70,000 مقعد تقريبا. ملعب جميل كما كنشوفوا أرضية الملعب. وهذا هو المنتخب المغربي كيقوم بآخر حصة تدريبية قبل مواجهة النيجر. كيف ما كتشوفوا هذه اللقطات من البارحة، الخميس 4 سبتمبر 2025. ملعب جميل، نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنى المباراة ديال الجمعة تعطي الأكل ديالها ويكون التأهل. والمغرب المغاربة ما بقاوش كيحتفلوا بالتأهل إلى كأس العالم، لأن المغاربة صبحت كروشهم كبيرة، طامعين باش يوصلوا المربع الذهبي في كأس العالم القادمة إن شاء الله، ولما لا النهائي. وباش يعيب يكون أول منتخب إفريقي وعربي كيرفع الكأس الذهبية العالمية التي يحلم بها الجميع إن شاء الله. وأنا كنشوف المنتخب الوحيد اللي ممكن يحقق هذا اللقب العالمي وهو المنتخب المغربي، ديما مغربي.